في المملكة العربية السعودية تم تسجيل عدد 382 حالة إصابة جديدة، وهذه الحالات الجديدة توزعت في مجموعة من مدن المملكة العربية السعودية، وسيتم مشاركتكم في تقارير تتحدث عن تفاصيل توزيعها في مدن المملكة العربية السعودية، إضافة إلى تحديثها وتحديث بقية البيانات على الموقع المخصص لتحديثات COVID-19 وهو covid19.moh.gov.sa. بالتالي يصل إجمالي الحالات في المملكة العربية السعودية إلى 4033 حالة. من بين هذه الحالات 3261 حالة هي حالات نشطة مستمر تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها، ومن بين هذه الحالات 67 حالة هي حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.